امتى بستخدم الطوب الاسمنتي المفرغ عندي في الشقة؟ اول حاجة اول 3 مدماج او 4 مدماج عندي في المبنى كله اللي هو الشقة بتاعتي. ليه؟ زي ما قلنا الطوبة دي بتقاوم الرطوبة بنسبة عالية جدا طبعا عن الطوبة الحمراء، فانا دي اكتر اماكن ممكن توصل لي رطوبة عشان المية وهكذا. تاني حاجة في المطبخ والحمام المفروض ان يكون الحيطة كاملة طوب مصمت. في ناس بتعمل اول 1.20 متر بس هي الطوب اسمنتي والباقي طوب احمر، بس طبعا يفضل ان انت تعمل الاوضه، يعني الاوضه كلها سواء كمطبخ او حمام بالطوب الاسمنتي عشان تتفادى مشاكل الرطوبه بعد كده، لان الطوبه دي عندها مقاومه عاليه جدا كرطوبه. ممكن برضو في المناور لان عندي بيبقى فيه تكسير وبيبقى فيه مواسير ورطوبه وهكذا. الطوب الاسمنتي اكتر حاجه بيقاومها الرطوبه والتكسير، اللي هو لان عنده نسبه تحمل عاليه جدا عن الطوب الاحمر المفرغ، لان المفرغ لو جيت تكسر فيه الطوبه مش هتستحمل معاك، والمناور احنا بنكسر فيها عشان نثبت المواسير وهكذا. عندي تاني في اخر الحيطه بتاعتي، اخر الحيطه اللي هو اخر 2 مدماج بيكون فيه تشحيط مباني، فلازم اعملها طوبه اسمنتيه اللي هو الطوب الاسمنتي المفرغ. عندي برضو حوالين الفتحات اللي هو الشباك والباب، لان برضو بيبقى فيه الحلقة هيركب وهكذا، فبرضو بيكون فيه تكسير. جلسة الشباك لازم برضو عشان هيبقى فيه تثبيت وتكسير وهكذا. في بقى ناس بتعملها في القصية مباني الردم، دي هنتكلم عنها بعدين. وفي الواجهات لو واجهة كلادنج او كده، لان برضو الطوب اللي هو الاحمر المفرغ مش هيستحمل معاك، يعني انت لو ثبت الواجهة وهكذا هتلاقيها في الاخر بتقع معاك. فانا الطوب الاسمنتي لازم اكون واخده بالي كويس قوي ان هو عنده مقاومه عاليه جدا كرطوبه،